اوعى تصدق اللي يقول لك انا وصلت لحاجه بدون خطه. هو مش عارف ان ممكن تكون الخطه بسيطه، زي انك تروح من مكان لمكان وخططت مثلا انك تروح بالمترو علشان توفر نص ساعه في الزحمه. حتى الفكره البسيطه دي خطه. صموئيل جرجس بيسال وبيقول عايز اعرف اعمل خطه عمل لمشروع في المجال الزراعي والمنتجات الغذائيه. انا هقول لك ازاي تعمل خطه عمل بسيطه جدا للمشروع ده وللمشاريع اللي زيه كمان. لما بنيجي نعمل خطه عمل لمشروع بملايين مش بنعمل اكتر من الخطوات اللي هقول لك عليها دلوقتي، ولكن طبعا بشكل مفصل جدا. اول حاجه بنعملها ملخص تنفيذي او اكزيكتيف سمري، ودي بنجاوب فيها على 3 اسئله رئيسيه. اول سؤال ايه المنتج او الخدمه اللي حضرتك بتقدمها؟ تاني سؤال ايه هي المشكله اللي بيحلها في السوق؟ تالت سؤال مين هم جمهورك المستهدف؟ تاني حاجه بنعملها في خطه العمل بنعمل حاجه اسمها تحليل السوق او الماركت اناليسيس، وبرضه بنجاوب فيه على 3 اسئله. ايه هم بقى؟ ايه هو حجم السوق بتاعك؟ مين هم منافسيك؟ ايه اللي ممكن ياثر عليك وعلى مشروعك، زي مثلا دخول منافس جديد، تطور التقنيه اللي انت شغال فيها. ثالث حاجه خطه الانتاج الاوبريشنال بلان بتاعتك، وبرضه بنجاوب فيها على 3 اسئله رئيسيه. ازاي هتنتج المنتج او الخدمه بتاعتك؟ يعني خطواتها ايه؟ هتجيب المواد الخام منين؟ هتصنعها ازاي؟ ولو في ادوات او الات هي ايه وبتتباع فين وبكام ومين هيشغلها؟ رابع حاجه خطه التسويق او الماركتنج استراتيجي. ازاي هتوصل لجمهورك المستهدف، ولما توصل هتقول له ايه، وسعرك بالنسبه للسوق هيكون فين؟ اقل من اسعار السوق ولا في المتوسط ولا اعلى من اسعار السوق؟ خامس حاجه لازم تركز عليها قوي هي الفاينانشال بلان او الخطه الماليه. حدد فيها توقعاتك للمبيعات بتاعتك والمصروفات وهامش الربح واحتياجك من راس المال لحد من سنه ل3 سنين، او لحد ما تحقق نقطه التعادل اللي هي البريك ايفن بوينت. سادس حاجه ومش عايز اطول عليك اكتر من كده خطه الاداره. مين هيدير المشروع والمسؤوليات بتاعتهم، وكمان الهيكل الوظيفي للمشروع كله. واخر حاجه ازاي تدير المخاطر بتاعتك او الريسك مانجمنت. في حاجه مش على طول بنحطها الا لو لازم، زي الموافقات القانونيه، زي يكون لك ترخيص معين، او المشروع بتاعك ممكن ياثر على البيئه او بيتطلب مساحه معينه. بس كده يا سيدي، ويا ريت الاجابه تكون وصلت. وانتوا كمان تابعوني واعملوا شير، لاني هجاوب على اسئله كتيره بعتوها ليا في الايام اللي جايه، واكيد سؤالك جاي باذن الله. والعمل خطه عمل احترافيه لاي مشروع. دي ارقام التواصل بتاعتي.